ايه علاقة إدارة المشروعات بالحروب والصواريخ؟ لو انت دلوقتي بتضرب ثكنة عسكرية او معسكر للعدو، فانت عارف مكانه بالظبط والمكان ده ثابت، ممكن تستخدم له مدفع موجه، بتحسب حساباتك وتضرب الضربة بمجرد خروج الدانة او القذيفة خرجت من المدفع انت مش هتقدر تتحكم فيها، لان انت مش عايز تتحكم فيها، انت خلاص اتحكمت من البداية وعارف هي رايحة فين على طول. ده في إدارة المشروعات بنسميه فيكسد سكوب أو كلير سكوب، يعني نطاق عمل محدد وواضح وأنا عارف أبعاده بالكامل ومش هحتاج أغير الخطة بتاعتي. وهنا بنستخدم له طريقة في الإدارة اللي هي الووتر فول أو التراديشنال أبروتش أو الطريقة الشلالية. في المقابل بقى لو أنت بتستهدف هدف متحرك، هدف مكانه مش ثابت، فمثلا أنت بتستهدف طيارة ماشية بسرعة جدا، فأنت على ما تضرب الصاروخ في المكان ده هي هتكون جريت لمكان تاني، فانت محتاج هنا حاجه اسمها دايركتد ميسل او طياره بدون طيار، الصاروخ موجه في آلية تتبع يمشي ورا الطياره دي لانها باستمرار عماله تغير مكانها، فانت عايز آلية التتبع دي تفضل وراها لغايه اما تضرب الطياره دي في الاخر. ده بالنسبه لنا في اداره المشروعات هو السكوب اللي دايما بيبقى بيتغير، نطاق عمل متغير، فانت هنا محتاج تكون اجايل، فانت تستخدم اداره مشروعات مرنه. ليه؟ لأن دلوقتي السكوب اللي بدأت بيه هيتغير خلال رحلة إدارة المشروع بتاعك، ممكن السكوب اللي بدأت بيه يتغير أصلا عن السكوب النهائي اللي أنت هتكون بتستخدمه أو اللي أنت هتكون بتحققه في الآخر. فلما أجي أسألك سؤال أنت بتستخدم أنهي أبروتش في إدارة المشروعات، ما تقوليش طبعا أجايل، أنت عايز الناس تاكل وشنا نقول ووتر فول ولا إيه؟ لا طبعا إحنا بنستخدم أجايل، لا مش لازم. لو السكوب بتاعك واضح ومحدد من البداية عادي ممكن تستخدم الووتر فول. لو السكوب متغير زي في المشاريع مثلا التقنيه او السوفت وير، ممكن تبدا بحاجه وتختم بحاجه تانية خالص، في حاجات كتير عماله تتغير، فساعتها ممكن تستخدم اجايل. ممكن تقول برضو ان احنا بنستخدم هايبريد، حاجه مزيج ما بين الاثنين او هجين ما بين الاثنين، زي انك مثلا الهدف بتاعك متحرك زي دبابه او ناقله جند او حاجه، بس انت بتجيبها من المسافه صفر فانت قريب منها، فانت مش محتاج مدفع وبرده مش محتاج مسيره، انت ممكن تقرب منها، انت اللي هتتحرك لغايه ما تبقى قريب منها وتضربها على طول. فهنا ممكن نبقى بنستخدم الهايبريد ابروتش، ان احنا نستخدم شويه اجايل وشويه ووتر فول على حسب طبيعه المشروع. فالاجابه دايما هي طبيعه المشروع ايه ونطاق العمل بتاعه واضح ولا لا.